هي دي اهم لقطه بالنسبه لي في اللقاء. ممكن يعجبك سرور امام عاشور ولمه بيرسي تاو بالارتو بتاعته، وده كله حاجه كويسه، لكن الاهم بالنسبه لي هي اللقطه اللي احنا شفناها من شويه. ويلا بينا نتكلم عن الماتش الاهلي والمصري، وفي حاجات جديده النهارده. يلا بينا نبدا. هنبدا الاول بالقصه بره المستطيل الاخضر. احنا كلنا طبعا عارفين المناوشات اللي ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي المصري، وده من بعد احداث بورسعيد 2013، ومش هندخل في التفاصيل فيها لانها احداث بالنسبه لنا كلنا بتفكرنا باوقات صعبه. فبعيدا عن كده احنا دلوقتي في وضع حالي، والكوره من غير جماهير عموما فهي حرفيا متعريه، ودور الاعلام في الوقت ده ان هو يخفف شويه ما بين المناوشات اللي ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي المصري. ايوه صاحب الاعلام عنده دور كبير في النقطه دي، زي ما هو في 2009 و2010 عمل ما بين دولتين، ما بين مصر والجزائر، مناوشات كبيره. فهو في نفس الوقت عنده القدره ان هو يحل خلافات ما بين جمهورين. ومع ذكر المناوشات لازم كلنا نترحم عن ال 74 شهيد، ربنا يرحمهم ويدخلهم جميعا فسيح